أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل بأصحابه يوما فمروا بقوم من المشركين، كان المسلمون حديثي عهد بكفر، لم يسلموا إلا من وقت يسير، فلا تزال المعلومات الشرعية لم تكتمل، ولا يزال الإيمان لم يستقر استقرارا تاما، ولا يزال بعض رواسب الدين السابق موجودة. فلما مر بهم عليه الصلاة والسلام وإذا قوم مشركون يعبدون شجرة لها أغصان، وقد علقوا سيوفهم بأغصانها لأجل أن تحل بركة الشجرة في السيوف فتصبح أكثر مضاء وقتالا وثباتا. فلما مروا بها قال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة لها أغصان، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول الله، نريد مثلهم شجرة نعلق عليها سيوفنا رجاء البركة، وأي بركة إلا من الله. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أنهم يطلبون شجرة يتبركون بها، وهم الذين أنزل الله عليهم القرآن وبينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أن قوم بني إسرائيل مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها، نريد أصناما، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من أن يطلعوا على مثل هذا الفكر حماية لهم من أن يصيبهم شيء من ذلك.